نتكلم عن اللقاء المباراة الأهلي بالنصر إن شاء الله بنفصل فيها تفصيل. بدأ مع الكابتن فهد الهريفي. فهد، السؤال، فاز النصر اليوم وخسر الأهلي، كيف فاز النصر ولماذا خسر الأهلي؟ شوف، طبعا أهمية المباراة جعلت الأمور تتغير كثير. يعني كان واضح للنصر التعهدات والاجتماعات يعني تعاهد اللعيبة مع الإدارة والاجتماع اللي حصل قبل المباراة كان يحس بوضعية وأهمية المباراة كعودة للمنافسة، كانتصار على صاحب المركز الثاني، كمنعطف مهم في البطولة. طبعا وكان هذا واضح من بداية المباراة، أنك تلعب خارج أرضك وأمام وصيف وفريق كبير مثل الأهلي من أول دقيقة وهو على أرضه وفريق منافس، أنه بداية مثالية للمباراة ترفع فيها الروح. والحقيقة للرجوع كثير من النجوم في المباراة أبرزهم غالب، اللي أنا أعتقد كان له أهمية كبيرة كروح وتمريرات ومنعطف ومحارب داخل الملعب. أنا كل ما أشوف غالب في الفريق أحس أن الفريق يتغير كثيرا في تكاتفه وفي ترابطه في أشياء كثيرة، إضافة على ما هو معروف عن الفريق النصراوي وقوة دفاعه وتألقه كالعادة في طوال بطولة الدوري. طيب، بداية تشكيلة النصر من الفرنسي، تشكيلة زج أغلبهم هجوميين، يعني يمكن غالب هو اللي بالحالة يعني محور دفاعي. كيف شفت تشكيلة النصر؟ شوف، يمكن هذا ساعد كثير في الفريق الأهلاوي. خلينا بس أرجع لك أقول لك أنه توفق كثير المدرب في وجود مثلا زي وليد عبد الله وتعيينه في أول مباراة. اليوم كان وليد عبد الله نجم كبير ومؤثر في كثير من معاطف المباراة. دفاع النصر كان جيد، وسطه كان نوعا ما مناسب، لكن عطفا على تباعد فريق الأهلي وخطوطه، هبوط مستوى بعض لعيبته، البداية المثالية اللي أنا قلتها لك للفريق النصراوي كبداية وخارج ملعبك، أخذ الثقة فيها وأخذ المركزية. أكثر من فرصة في أول 5 دقائق للفريق النصراوي كانت رائعة وجيدة. صحيح غابت بعض النجوم في الفريق النصراوي، أنا أقولها بأمانة وبصدق أقولها لك، الفريق النصراوي لو لديه في الثلث الهجومي لاعب أو لاعبين خطرين، خلني أقولها بصراحة، لو لديه مهاجم هداف يقوم بأدوار كبيرة، كان أعتقد النصر حظوظه كبيرة في تحقيق كثير من البطولات هذا الموسم واستغلال التذبذب المتواجد في الدوري السعودي. أنا أقولها لك بصراحة، فريق النصراوي خط دفاعه جيد، حراسته جيدة، محاوره جيد، ووسطه جيد. ينقصه الثلث الهجومي أو الهداف اللي يحتاجه الفريق لخلق نوع من الخطورة، وهذا شاهدناه في كثير من المباريات الحقيقة. الهدف الأول معنا يا فهد، شوف تمريرة أيالا يعني كان رائع على فكرة. ترى أيالا اليوم في المباراة أنا أحس أنه قدم من أفضل المباريات له كحركة كتمرير. يمكن رجوعه واثبات وجوده امام مدرب جديد اليوم اعطته نوع يعني البحث الروح الجديد للاعب، لانه غاب على التشكيله فتره طويله. اضافه على اني لا انسى انه من النجوم المتالقه في كثير من المباريات خالد الغامدي. خالد الغامدي لاعب يعني ما شاء الله تطور كثير، لياقته صارت عاليه، عنده توازن في طلوع المسانده والهجوميه والدفاعيه. يعني صار ما شاء الله تبارك الله على قوة المؤشر، إلا أنه من الصعب تلقى لك ظهير يكون بالدور الهجومي والدفاعي في مستوى واحد، وهذا اللي صراحة خلق الفرق فيه. يعني هذا أتكلم لك على النادي النصراوي، الفريق النصراوي. لما أجي لك على الفريق الأهلاوي، الحقيقة مستوى الفريق الأهلاوي يذكرني بمستوى موسم جروس قبل سنة أو سنتين، عندما كان الفريق الأهلاوي يغيب 3 مباريات ويعود لك في مباراة، عندما تشاهد الفريق الأهلاوي بعيد الخطوط عن بعض، اللاعبين لا يساندون بعض، الكل يبغى ايش؟ تمريرة الكرة عشان يهاجم ويقوم بالدور الهجومي. يعني المؤشر اليوم لا يساند ظهيره منصور الحربي، في المقابل نفس الطريقة سعيد المولد. يعني الفريق الأهلاوي كان زي اللي ضايع، ازدواجية أدائهم بين تيسير عبد الفتاح. اليوم الأهلي يعني صحيح في النص ساعة الأولى جته أكثر من فرصة في المباراة، كان يريد أن يعود للمباراة، لكن لم يتوفق فيها. السومة الحقيقة يمكن 3 مباريات الأخيرة
عنده هبوط في المستوى. يعني ما هو موضوع انك تسجل لكن ما تخلق الفرص لنفسك، ما تساعد الفريق اكثر من الضربات الحرة او الكرة اللي داخل الصندوق. الاهلي عنده ملاحظات كثيرة اليوم، انك على ارضك وفريق بطل وتريد أن تنافس، من أول دقيقة أو 3 دقائق أنت تتهاجم في ملعبك وتخلق فرص للفريق المنافس. أعتقد أن هذا يدل على أنه لديه خلل الفريق الأهلي. رجل برامي. أنا بوجهة نظري يعني على قلة، الكل يقول يحيى مستواه كان سيء في المباراة، لكن كان مؤثر، سجل هدف، تسبب في ضربة جزاء. يمكن أشوف أنا خالد الغامدي، أنا من وجهة نظري اللي أنا ساعدني اليوم لقوة الجهة اليسرى الضاربة في الفريق الأهلاوي، إلا أنه كان يعني خلق نفسه في هذه الجهة وصار نجم طيب. للمباراة. عبد الكريم، مع وليد عبد الله ترى. جميل. الأهلي والنصر